السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب بوليفيا انتهت ب4-0. المنتخب الجزائري قدم مباراة رائعة أمام منتخب بوليفيا. منتخب بوليفيا منتخب ليس من الأوائل في العالم، لكنه منتخب يعتبر عنده مستوى. فزنا عليه ب4 أهداف. المنتخب الجزائري قدم مستوى رائع في الشوط الثاني وكذلك في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني بعدما قام بيتكوفيتش بتغييراته وسحره وفلسفته، عندما قام بها تحركت المباراة وأصبحت مباراة غير مملة، وسجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني. المنتخب الجزائري وكعادة بيتكوفيتش في الشوط الأول دخل بالحارس بنبوط، أعطاه فرصة باش يلعب ويثبت روحه وكذلك باش يوثق في نفسه. أما الشوط الثاني فقام أشرك ماستيل كذلك. وكذلك في الشوط الثاني غير تقريبا كل اللاعبين. دخل حاج موسى غير كل اللعب، قدم هجمات وكذلك العديد من اللاعبين. قويري لاعب رائع جدا، سجل هدفين. ماندي سجل الهدف الأول، حاج موسى سجل الهدف الرابع. ما شاء الله عليه، حاج موسى دايما يحب يسجل. ونتحدثوا كذلك على اللاعب عمورة. لاعب عمورة رغم الفرصة اللي يعطيها له المدرب بيتكوفيتش، لكنه ما قدمش مستوى مليح، ضيع العديد من الأهداف. لو يلعب في مباراة الأرجنتين ويضيع أهداف مثل هذه الأهداف، رايحين نروحوا مثل ما يقول المصريين، رايحين نروحوا في داهية. عمورة لازم يركز، لازم يدرب أكثر. هو اللاعب جيد جدا لكنه ما يركزش، ربما ضغط، ربما لا نعلم السبب، لكنه عمورة ما راهوش يركز في اللاعب ديالو. نروحوا كذلك للاعبين اللي تميزوا ولعبوا بطريقة رائعة جدا أمس. أيت نوري، بوداوي، زروقي كذلك لعب بطريقة جيدة، قدم أسيست عالمي. كان لاعبين ما شاء الله عليهم يستاهلوا مكانتهم الأساسية. بولبينا لعب بطريقة رائعة، هو وحاج موسى متفاهمين بزاف، لعبوا بطريقة رائعة جدا. نشاهدوا كذلك حراس المرمى، حراس المرمى ما طاحوش في ضغط ولا في هجمات ولا باش يحكموهم ولا يشاهدوا مستواهم الحقيقي، لكن تركيزهم كان عالي. شاهدنا انه التركيز كان عالي. ان شاء الله يشاركوا في المباريات الرسمية في كأس العالم. ما نسوش انه المباراة الاولى للمنتخب الجزائري، كما قلت، المباراة الأولى للمنتخب الجزائري ستكون إن شاء الله في 17 جوان ضد المنتخب الأرجنتيني صاحب كأس العالم في النسخة السابقة. بالتوفيق للمنتخب الجزائري. خلونا آراءكم في التعليقات حول مباراة المنتخب الجزائري وبوليفيا، وحول مستوى اللاعبين في هذه المباراة، وشكون اللي يستاهل أنه يكون في التشكيلة الأساسية في مباراة المنتخب الأرجنتيني. ما تنسوش الاشتراك في القناة وخليونا آراءكم. السلام عليكم.